19 عام في لقطات تمر سريعا على تاريخ المعهد بتطوره ومراحله المختلفة في برنامج التدريب الأساسي 9 Month Professional Program. مرحلة وضع لبنة لمحترفين كانت أول دفعات فيه بيشغلون دلوقتي مناصب قيادية CTOs و CEOs في المالتي ناشونال كومبانيز، ثم مرحلة الشراكة والتلاحم مع الجامعات الدولية لبرامج ماجستير ودكتوراه مشتركة، ومرحلة بناء مجالات جديدة في مجال الاي سي تي. ثم مر بالمرحلة التالية وهي الشراكة مع البزنس في سبيل خلق توتال الاينمنت بين السبلاي والديماند عن طريق برنامج KTP، واللي بيساعدنا على تشغيل الشباب، معظم شباب الدفعة قبل حتى التخرج. ثم المرحلة اللي بنمر بها الآن وهي مرحلة الإنتاج والتصنيع والبحث والتطوير، المرحلة اللي بنخلي شعارها وبنقول Made in ITI، وهي دي المرحلة اللي بنحاول فيها تحفيز الشباب على الريادة والإبداع وعمل شراكة تامة مع البزنس والشركات العاملة في البحث والتطوير للدخول بمصر في طور جديد معا جميعا في مجال الإنتاج، منتج مصري خالص. طلاب الدفعة دي اشتركوا في أكثر من 50 مشروع، بعضها كان نماذج أولية والبعض الآخر نظم تعمل بها مؤسسات حكومية وغير حكومية الآن، مثل مركز البحوث الزراعية، وزارة البيئة، مركز المصل واللقاح فاكسيرا، وغيرها من النظم والنماذج الكثيرة اللي هنعرض عليكم بعضها اليوم. بعضها اخترناه لأنها مرتبطة بثلاثة أحلام عزيزة علينا، أولها وتانيها حلم التصنيع وحلم المساهمة ولو بقدر بسيط في الاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير التعليم ما قبل الجامعة. وفي هذا الإطار أحب أقدم لكم آسر، وهو أحد أعضاء تراك الإمبيدد سيستم، اللي هيكلمنا على ما أنتجوه لمساعدة الطالب المصري على استخدام الأحدث الأدوات. لكن قبل ما أقدم آسر، أنا عايزة أقول إن آسر والجروب بتاعه اللي هم 15 واحد بقالهم 36 ساعة ما ناموش فيها أكتر من كام ساعة كده يتعدوا على صابع الإيد العشرة وده لأنهم كانوا بيحاولوا يعملوا فاينلايزنج لأول منتج إي تابلت مصري، وفي نفس الوقت مشتركين في برنامج انترنشيب في الشركات العالمية اللي هيلتحقوا بيها فور تخرجهم بعد النهارده من بكره ان شاء الله. اتفضل يا ياسر. مساء الخير. الحقيقه من 5 شهور اتعرض علينا حلم مصري. الحلم ده ان احنا نعمل اول تابلت في مصر. ابتدت الفكره نفكر في الفكره دي ونفكر ايه احنا محتاجينه عشان نعمل تابلت مصري. احنا كنا احنا خريجين مصريين وعندنا نولج كبيره جدا من الكليه، وابتدينا نشوف ايه النولج الزياده اللي احنا محتاجينها في السبيسيفيك اريا دي عشان نحقق الحلم ده. فلما دورنا ودخلنا على الانترنت وابتدينا نكلم ناس من دول كتير ونشوف خبرات دول كتيره جدا في المجال ده زي الهند مثلا وزي تركيا، ونشوف الناس دي فكرت ازاي انها تنزل التابلت ده في دولهم لطلبه المدارس. فكرنا في التابلت بتاعنا وشفنا ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها ننزلها في التابلت ده عشان يبقى متاح لكل طالب في مصر. فقسمنا نفسنا جزئين، جزء هيشتغل في الهاردوير بتاع التابلت لان التابلت ده ليه هاردوير عشان يشتغل عليه، وجزء للسوفت وير. وابتدينا فعلا نشتغل في الاثنين، وابتدينا بالسوفت وير لان كان الهاردوير محتاج نوليدج كويسه عن السوفت وير اللي هيشتغل عليه عشان نبتدي نشتغل فيه. ومن شهر تقريبا كنا قررنا نوصل لنتائج كويسه جدا جدا في السوفت وير، وابتدينا نعرف الانفايرمنت اللي هنشتغل عليها والاندرويد اوبريتنج سيستم اللي احنا اخترناه، وابتدينا ننزله على اجهزه بنشتريها زي بروتوتايبنج كيتس عشان تقدر تخلينا نشوف ايه الناس دي عملت ايه ونعمل زيهم ازاي. وبالفعل قدرنا ان احنا قدرنا ان احنا ننزل اندرويد سيستم من على موقع جوجل ونكمبايل الاندرويد ونحط الفيتشرز اللي الطالب محتاجها فيه
وعملنا لها كومبايليشن وحطيناها على الاس دي كارد دي. الاس دي كارد دي عليها اندرويد سيستم 4، احدث اندرويد سيستم بكل الفيتشرز اللي احنا محتاجينها فيه وبالابلكيشنز اللي الطالب هيستخدمها في المدرسه امبيدد جواه، اللي هنكلمكم عليها كمان شويه. وبعدين ابتدينا في الهاردوير وابتدينا نسلكت الكومبوننتس على اساس انها هتستخدم من قبل طلاب في المدارس، وعلى اساس ان سعرها لازم يكون مناسب جدا ان الحكومه تقدر تنزلها للطلبه في المدارس. وبالفعل النهارده استلمنا اول بورد الكترونيه في التابلت المصري من وزاره الاتصالات، صنعتها لنا فعلا في مصر. احنا صنعنا اول تابلت مصري النهارده في مصر بيشيل احدث نظام اندرويد موجود في السوق، وبيتيح للطالب ان هو يدخل على الانترنت، وفي فيتشرز زي اوفر ذا اير بحيث ان احنا نقدر نابديت السوفت وير ونابديت الحاجات اللي على التابلت. والطالب في المدرسه، يعني الطالب لازم يتواجد في المدرسه عشان يقدر يحدث الجهاز بتاعه باحدث البرامج التعليميه اللي هتنزل اول باول لطلبه المدارس على مرور السنه، وفي ديفلوبرز هيبقوا شغالين عشان ينزلوا لهم الحاجات دي، وكل ده عن طريق الانترنت. مجرد تواجد الطالب جوه المدرسه بتاعته هيقدر يعمل الكلام ده. السيستم بتاعنا المينتننس دي حاجه مهمه جدا فكرنا فيها. مصر هي اللي هتبروفايد المينتننس، مفيش جهاز الكتروني الا وليه توكيل، احنا التوكيل مصر، احنا اللي هنوفر الصيانه للجهاز ده بالكامل. تمام. تاني حاجه السيستم ده احنا عارفين ان هو هيبقى متوزع على طلبه في المدارس، فعارفين ان في حاجه اسمها فيروسات وفي مشاكل وفي من ناحيه السكيورتي والهاكينج. عشان كده الاندرويد سيستم بيتميز بان الكيرنل بتاع اختيارنا الاندرويد سيستم كان بيزد على لينكس كيرنل، ودي كيرنل قويه جدا جدا، ما فيش اي حد يقدر يهاك الجهاز اللي معاك، وما فيش حد بشهاده العالم كله، ما فيش حد يقدر يهاك الجهاز اللي معاك، وما فيش حد يقدر يحط لك فيروس على الجهاز بتاعك، لان احنا عارفين ان طلبه كتير هيستخدموا الجهاز ده. غير كده البروسيسور بتاع التابلت بتاعنا قوي جدا. احنا عارفين ان طلبه المدارس بيحفظوا كتير وفي مشاكل كتير في التعليم نتيجه عن الحفظ وعدم وجود الابداع، فاحنا هنوفر في الجهاز ده ان الطالب هيبقى معاه الجهاز هو اللي هيقوم له بكل العمليات اللي بيحفظ بيها، وكل العمليات اللي هو مش هيشغل فيها مخه وهيعملها على البروسيسور ده. البروسيسور ده قوي جدا انه يعمل له كل العمليات